السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من عباده؟ يريد الله من عبده تجاه المعاصي عدة أمور، منها: 1. الابتعاد عنها. الأصل أن يحرص الإنسان على تجنب المعاصي وعدم الوقوع فيها امتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهيه. 2. التوبة الصادقة إذا وقع فيها. الله يحب التوائبين ويفرح بعودة عبده إليه، ولذلك يجب أن يبادر العبد بالتوبة النصوح التي تتضمن الإقلاع عن المعصية فورا، الندم على فعلها، العزم الصادق على عدم العودة إليها، رد الحقوق إذا تعلقت المعصية بحقوق العباد. 3. الاستغفار والإنابة. حتى بعد التوبة يستحب للعبد أن يكثر من الاستغفار، لأن ذلك يزيد من تطهير القلب ويجلب رحمة الله. 4. التعويض بالأعمال الصالحة. إن الحسنات يذهبن السيئات، فالإكثار من الطاعات يمحو أثر الذنوب ويزيد من الحسنات. 5. الابتعاد عن أسباب المعاصي مثل الرفقة السيئة أو الأماكن التي تقود إلى الذنب، والسعي إلى تغيير البيئة إلى ما يعين على الطاعة. 6. الصبر والجهاد ضد النفس. لأن الشيطان يسعى لإغواء العبد، فعليه أن يجاهد نفسه بالصبر والذكر والدعاء والاستعانة بالله للثبات على الطاعة. الله رحيم وغفور، ويحب أن يعود عباده إليه، وهو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا